الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. الصورة اللي انتم شفتوها هي للناشطة الصحفية كريستين شاهين. الناشطة كريستين بصراحة وبكل تقدير واحترام بذلت وتبذل جهد جبار وعظيم ووطني وصحفي ومهني وأخلاقي في الدفاع عن مدينة السويداء والدفاع عن السوريين ضد جلاوزة وإجرام وإرهاب نظام الجولاني. هذا الجهد الصحفي والاستقصائي والنقدي والرصدي والحقوقي مجتمعا تستحق عليه يعني مني ومن كثر من السوريين تستحق الدعم والتضامن والتشجيع على يعني ما تقوم به، وضد الاستهداف الذي يطالها من أنصار وشبيحة الجولاني. طبعا السيدة كريستين يعني تقوم بواجبها كصحفية وكسورية وكضحية من ضحايا إرهاب الجولاني. هذا حق مشروع في الدفاع عن النفس وعن العرض وعن البلد وعن الثقافة والعقيدة، يعني حق مشروع على أكثر من مستوى وأكثر من صعيد، وهذا يعني واجب. لكن حتى ولو كان هذا واجبا فهي تستحق التقدير والثناء والشكر عليه. في هذه الأزمة التي شهدتها منطقة السويداء وتشهدها سوريا، سقط الكثر من النشطاء والمثقفين والصحفيين. أنا يعني عن نفسي البعض كانوا على صفحاتي وحذفتم من سجل الصداقة الافتراضية الفيسبوكية، والبعض هم حذفوني مشكورين يعني، ووفروا علي عملية الحذف، لأنه سلوكهم تماما يعني انحدر نحو الحضيض والانحطاط والتشبيح الذي كان معمولا به على زمن نظام بشار الأسد، وصار معمولا به على زمن أبو محمد الجولاني أو أحمد الشرع الأسد. فهؤلاء عندما يلغون الصداقة الافتراضية يوفرون علي هذا الجهد، وأنا أيضا ألغيت البعض من اللي بيشتغلوا في الحيز الصحفي لما شفت بيطبلوا بيزمروا وبيهاجموا الشيخ الهجري وبيهاجموني أنا أيضا تلميحا أو تصريحا، يعني نتيجة مواقفي الناقدة لنظام الجولاني والداعمة لأبناء السويداء ولضحايا منطقة السويداء. طبعا يحضرني هنا أيضا يعني مثقفين ونشطاء وأدباء آخرين أيضا من نفس البيئة من نفس المنطقة، جهدهم الأخلاقي والثقافي والأدبي والرصدي لا يقل أهمية عن جهد كريستين شاهين إن لم يكن يزيد. يعني أخص بالذكر هنا يعني أيضا الشاعر ماهر شرف الدين، وأنا تضامنت معه مثل ما تضامنت مع كريستين شاهين، تضامنت مع
الشاعر ماهر شرف الدين، وأيضا الروائي والصديق العزيز فادي عزام. أيضا يعني موقفه الأدبي والثقافي والسياسي والأخلاقي العالي جدا يستحق التقدير والثناء والانحناء، يعني إعجابا بدوره الرائد في هذا المجال، في الوقوف مع الضحايا وضد الطغيان والظلم الآتي من نظام الجولاني ضد السويداء وأبناء طائفة بني معروف. موقف جد إنساني نبيل من فادي عزام. أيضا وأيضا يعني لا يمكنني أن أنسى أبدا الدور والتأثير والوزن الأدبي والأخلاقي والثقافي الذي تشكله الروائية المبدعة الصديقة العزيزة الدكتورة نجاة عبد الصمد. هذا الدور يعني كشهادة، كفعل ثقافي مناهض للبربرية والهجمة الفاشية التي تعرضت لها منطقة السويداء. وهذا أيضا يعني وقفت إلى جانب هذا الدور، دور نجاة عبد الصمد، ودعمته أيضا يعني. وبالتالي في هذه الأزمة والغمة التي ستزول ويبقى جبل العرب وتبقى السويداء، وتبقى السويداء بدماء أبناء السويداء، بشروط وحقوق ومطالب أهل السويداء، وبدعم هذا ال الوسط الثقافي والصحفي لأبناء هذه المنطقة. وأيضا يعني الروائي ممدوح حزام، موقفه الأخلاقي والأدبي والنبيل يندرج في هذا الإطار. إذن سماء سوريا، كل بقعة من سوريا، من السويداء إلى القامشلي إلى عفرين إلى الساحل السوري، تفخر بهذه الشموس، بهذه الأقمار، بهذه النجوم التي في جزء منها مش كلها، يعني كريستين شاهين، فادي عزام، نجاة عبد الصمد، ماهر شرف الدين، وممدوح عزام، وآخرين. أعتذر عن يعني ضيق المساحة عن ذكر أسمائهم. كل هؤلاء هم قيم ثقافية، قيم أخلاقية، قيم أدبية ومهنية صحفية شخصيا أفتخر بها، رغم أنه ما بتجمعني مع الكل يعني معرفة أو صداقة. فقط فادي عزام ونجاة عبد الصمد بعرفهم بشكل مباشر، والتقينا وحكينا وفي بيناتنا خبز وملح. وبالتالي أنا سعيد وفخور بهؤلاء الذين ذكرت أسماءهم، وبالذين سهوت عن ذكر أسمائهم من أبناء تلك المنطقة العظيمة والكريمة، والتي أعطت نظام الجولاني وأعطت السوريين جميعا دروسا في المقاومة وفي الكرامة ضد بربرية وفاشية وهمجية الجولاني.
فلول الدواعش والنصرة والقاعدة. أكتفي بهذا، موجها لهم دائما التحية والتقدير والشكر. أنصار الجولاني والبعض من كردنا والآخرين أصدقاء وزملاء آخرين من غير المحسوبين على نظام الجولاني، وحتى من اللي بينتقدوا نظام الجولاني على السياسات والسلوكيات، والقابضين على سوريتهم كالقابض على الجمر والقابض على جرحه النازف. يعني فرحوا بإعلان وكالة الأنباء السورية سانا عن إطلاق الخدمة الأخبارية باللغة الكردية. هذا شيء جميل وإيجابي ويستحق الترحيب. ليش؟ لأنه نظام السوري منذ نشأة سوريا وحتى قبل فترة، يعني قبل إعلان سانا لبيان هذا، اللغة الكردية كان ممنوع. يعني حتى على زمن الانتداب الفرنسي عندما أطلق النشطاء الكرد مجلتين، يعني مجلة هاوار وروناهي، بضغط من الكتلة الوطنية التي كانت تحكم سوريا على زمن الانتداب الفرنسي، تم إغلاق تلك المطبوعتين الصادرتين باللغة الكردية. ضغط على الفرنسيين، والفرنسيين أغلقوها، لأنه في جزء من تمويل المطبوعتين كان جاي من سلطة الانتداب الفرنسي. مقصدي أنه منذ نشأة الكيان السوري، الدولة السورية، واللغة الكردية كانت لغة ممنوعة مقموعة، رغم أنه مثلا في لغة تركية، لغة روسية، لغة إنجليزية، فرنسية تدرس ضمن مناهج التربية والتعليم في سوريا، في حين أنه لغة أبناء المنطقة الأصلاء التاريخيين كانت ممنوعة. حتى اللغة السريانية أيضا كانت ممنوعة، لكن يسمح بالتدريس في المدارس الخاصة التابعة للكنائس أو في مناطق الجزيرة، واللغة أقصد يعني اللغة السريانية. لكن ما كان هنالك يعني مطبوعات صادرة عن وزارة الإعلام أو وزارة الثقافة باللغة السريانية. كان الموضوع يعني منع جزئي أو منع مشروط فيما يتعلق باللغة السريانية، لكن المنع الكلي والمطلق والملاحق كان فقط يتعلق بالثقافة الكردية وباللغة الكردية. منيحة كتير، يعني أنه خلاص يعني صار في خدمة إخبارية باللغة الكردية. هي خطوة إيجابية يعني تستحق الترحيب. لكن لهؤلاء الفرحانين كتير بزيادة بيصيروا يمننوا الكرد بهالموضوع، موضوع اللغة الكردية والسماح باللغة الكردية في وكالة الأنباء الرسمية سانا. اسمحوا لي أن أعطيكم شوية معلومات في هذا الخصوص، يعني مشان تستفيدوا من الموضوع أكثر. يعني أولا، نظام جمال عبد الناصر الزعيم العربي الكبير في سنة 56 أطلق خدمة البث في الإذاعة المصرية باللغة الكردية، وكان البروفيسور عز الدين مصطفى رسول والرئيس العراقي السابق فؤاد معصوم يعملون في هذا القسم الناطق باللغة الكردية
في القاهرة. قبلها يعني قبلها بنصف قرن تقريبًا، يعني في 1898 الأسرة الحاكمة في مصر وقت ذاك، يعني في ذلك الزمن، رخّص لجريدة كردستان في شهر أبريل نيسان من ذلك العام 1898. انطلقت أول مطبوعة كردية، أول صحيفة كردية في العالم باسم كردستان من القاهرة. من القاهرة. نقطة أخرى أيضًا، يعني النظام العراقي، نظام صدام حسين أو النظام العراقي في فترة الستينات أطلق خدمة البث باللغة الكردية في الإذاعة، مش بس موقع إلكتروني أو جريدة، لأ، خدمة بث إذاعي في الإذاعة العراقية باللغة الكردية في الستينات. وهل الموضوع تعزز يعني إلى خدمة بث تلفزيوني أيضًا، يعني في السنوات الأخيرة لنظام صدام حسين قبل سقوط نظام صدام حسين. إذًا النظام البعثي الحاكم في العراق، والذي كان يقال أنه تيار اليميني، سمح باللغة الكردية واعترف بالشعب الكردي في الدستور العراقي، واعترف بالحكم الذاتي. صدام حسين اعترف بالحكم الذاتي في 74، نظام أحمد البكر، صدام حسين صهره. أقر البرلمان العراقي قانون الحكم الذاتي، ولم يكن يشمل كركوك، لكن أقر. قبلها في 70 وقع نظام صدام حسين على اتفاق 11 آذار مع الزعيم الكردي الخالد الملا مصطفى البرزاني على اتفاقية الحكم الذاتي وقت ذاك. إذن النظام العراقي البعثي اليميني الصدامي اعترف دستوريا، ومش بس هيك، يعترف بالحكم الذاتي أيضا لمنطقة كردستان، منطقة كردستان العراق للحكم الذاتي في 11 آذار 1971. وفي 74 جرى تمرير والمصادقة على قانون الحكم الذاتي في البرلمان العراقي، وكردستان العراق رسميا على زمن صدام حسين كان إقليم الحكم الذاتي. كل هذه المكتسبات قدمها نظام صدام حسين للكرد نتيجة نضالهم، نتيجة ثوراتهم، نتيجة تضحياتهم. صدام حسين كان يعترف بالكرد ويرسل الكيماوي ويقتلهم ويبيدهم ويعمل عملية تجريف وتغيير ديموغرافي في كركوك. والكرد لم يقبلوا يعني بأي اتفاق حكم ذاتي لا يشمل كركوك. بعد سقوط صدام حسين وافق الكرد على النظام الفيدرالي بشرط أنه المادة 140 في الدستور العراقي أفرد لهذه المنطقة مادة خاصة بمنطقة المتنازع عليها، ومنطقة كركوك ومخمور وشنغال وهالمناطق هاي، لكي يصار إلى إعادة التطبيع فيها وإجراء استفتاء هل تبقى تابعة للمركز أم تعود إلى الإقليم الفيدرالي. وما زال الكرد على هذا المسعى ولم يتنازلوا. النظام الإيراني في مطلع الثمانينات أطلق خدمة بث إذاعي في الإذاعة الرسمية الإيرانية باللغة الكردية. النظام التركي أيضا في التسعينات أطلق خدمة بث ساعة أو ساعتين باللغة الكردية، لكن كان يعني البث موجه
نداءات من الجيش ومن الأمن ومن الاستخبارات لعناصر الكردستان لكي يسلموا أسلحتهم، لكن هذه الإذاعة كانت تبث أغاني باللغة الكردية، أغاني شعبية فلكلورية مش سياسية، مش أغاني قومية. إذًا اعترفت تركيا أيضًا وسمحت بالبث الإذاعي الموجه ضد الكرد بلغة الكرد، هذا في مطلع التسعينات. بعدين تركيا أطلقت قناة تلفزي ناطقة باللغة الكردية وهي TRT6 باللغة الكردية الصرفة، برامج ومقابلات وأغاني، ويعني قناة تلفزيونية صرفة. وأعتقد على ما أعتقد إن لم تخني الذاكرة أيضًا وكالة الأناضول الرسمية، وكالة الأنباء، فيها قسم عربي وفيها قسم كردي أيضًا باللغة الكردية. إذًا مشان المشهد يكون مكتمل، ما حدا يجي يمنن كرد سوريا ويعني يعتبرها جميلة أو نقطة تسجل على الكرد السوريين إنه هاي قبلنا بلغتكم، وهي لغتكم صارت ضمن الخدمة الإخبارية في سنة. لأ، الموضوع مو هيك. الموضوع إنه الدستور السوري يعترف بوجود الكرد، الدستور السوري يعترف بوجود السريان والأرمن والتركمان رسميًا، ويضمن حقوق هذه المكونات رسميًا ودستوريًا. هذا هو المطلب، مش إنه أنت تطلق خدمة. أنت تشتم قسد باللغة العربية، وتشتم الهجري وأهل السويداء باللغة العربية، وتشتم العلويين والشيخ غزال باللغة العربية، وبعدين تجي وتشتم قسد باللغة الكردية والهجري باللغة الكردية وغزال باللغة الكردية. إيه لا، هي ما بتزبط، هيك ما بتزبط، ما اتفقنا هيك يعني. الموضوع مش بس إطلاق خدمة إخبارية باللغة الكردية. الإصلاحات التي ينبغي أن تقوم بها حكومة الشرع لكي تصبح حكومة الشرع وتخرج من خندق الجولاني ومن ذهنية حكومة الجولاني. الموضوع لا يقتصر، مش إنه نقطة تسجلها على الكرد ويلا وما بعرف شو. لا، ماذا أعمل بالخدمة الإخبارية باللغة الكردية و و و القتلة المجرمين الذين ارتكبوا المجازر في الساحل السوري طلقاء؟ ماذا أفعل بالخدمة الكردية في السانة أو في الأخبارية أو في تلفزيون سوريا أو في أي محطة؟ والقتلة المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم في حق أهل السويداء أحرار طلقاء، ماذا أفعل باللغة الكردية في سانة؟ والذين ارتكبوا جرائم التغيير الديموغرافي وجرائم الحرب في رأس العين وفي عفرين وفي مناطق أخرى من الشمال السوري أحرار طلقاء. لا، ما بتزبط هيك يعني. ما تسجلوها هيك كبيرة على الكرد وعلى مطالب الكرد إنه خلاص هاي صار لكم خدمة إخبارية. يعني شو خدمة إخبارية باللغة الكردية؟ ما الأكراد بيقروا وعندهم قنوات تلفزة وعندهم جرائد ومواقع إلكترونية باللغة الكردية من قبل 2011. أنت شو أضفت؟ لا، أنت يعني غيرت شوي من دولة تنكر وتحارب اللغة الكردية، الآن تسعى إلى محاربة الكرد باللغة الكردية. عشان تكون الأمور واضحة لكل من يريد أن يسجل هاي الخطوة على أنها إنجاز كوني وإنجاز فلكي. لا، هو إنجاز، مش إنجاز، شو إنجاز يعني؟ خطوة متواضعة، خطوة بسيطة في الاتجاه الصحيح، مرحب بها، أهلا وسهلا. لكن
أخشى مما أخشى أنه غسان عبود كمان أطلق في أورينت خدمة البث باللغة الكردية، وبعدين طلع واحد طائفي عنصري فاشي أكثر دموية من الجولاني وأكثر فاشية من بشار الأسد. شو بدي يسوي بالخدمة الإخبارية تبعيته اللي كانت يعني تهاجم الكرد باللغة الكردية؟ غسان عبدود كمان سوى هيك خطوة، يعني مثل صدام حسين اللي أطلق خدمة باللغة الكردية في الإذاعة وكذا، وكان يفتح الجبهات، جبهات القتال. وبيصير لما بيصير في حالة صدام ما بين بغداد وأربيل والحركة الكردية، القسم الناطق باللغة الكردية في الإذاعة العراقية تهاجم الحركة التحررية الكردية باللغة الكردية. شو بدي يسوي يعني الموضوع؟ مو الموضوع أبعد من هيك. الموضوع يعني إصلاحات جدية وجذرية في بنية الدولة حتى تكون هذه الدولة لجميع السوريين، تكون للسريان قبل الكرد، وللكرد قبل العرب، وللعرب قبل الأرمن، وللأرمن قبل التركمان، وهكذا. دولة الجميع تنهض بالجميع، دولة الجميع يعني تحفظ وتصون هويات وحقوق ولغات وثقافات جميع مكونات الشعب السوري. هذه هي سوريا التي نسعى إليها والتي نحبها والتي سنبقى ندافع عنها. هذا هو التصور الطبيعي والحقيقي والتاريخي لسوريا. يعني مش قضية أنه والله أطلقنا خدمة باللغة الكردية، جيد منيح، بس الموضوع لا يقتصر وغير محصور في هاي الخطوة الخجولة البسيطة اللي يعني أطلقتها سانا. المطلوب من الجولاني ونظامه ونخبه وعجره وبجره وموسى عمره أنه أنه أن يخطو خطوات أكثر جدية وأكثر عمق وأكثر جرأة نحو سوريا الوطنية الديمقراطية الوطنية. هذا هو ما ينبغي أن تفعله حكومة أحمد الشرع أو حكومة أبو محمد الجولاني. على سيرة الجولاني، هلا ليش أنصار الحكومة الحالية منزعجين من اسم الجولاني؟ ينبغي أن يكون فخرا لهم، يتفاخرون بهذا الاسم، لأنه هذا الاسم لسنا نحن من أطلقنا على أحمد الشرع اسم أبو محمد الجولاني، هو اللي قدم نفسه للبيئة السورية، لأهل السنة والجماعة، للجماعات التكفيرية وللسلفية الجهادية والإسلام السياسي المتطرف. هو اللي قدم نفسه واختار لنفسه هذا الاسم أبو محمد الجولاني. أنتوا يعني ليش مزعوجين الآن من هذا الاسم ومصرين أنه لا، ينبغي أن نشطب على هذا الاسم وأحمد الشرع؟ شو أحمد الشرع؟ ما صار له كم شهر أحمد الشرع 10-15 سنة كان أبو محمد الجولاني. كيف لنا أن نشطب على 14 سنة من أبو من عمر أبو محمد الجولاني لمجرد أنه ما صار له 8 شهور، لم يكمل سنته، يعني أنه هو أحمد الشرع؟ كيف فينا نشطب على أحمد الشرع الذي يتحمل المسؤولية العسكرية والسياسية والقانونية عن مجازر الساحل السوري، الذي يتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية والعسكرية عن مجازر السويداء؟ كيف فينا نشطب على أبو محمد الجولاني؟ حبيب أبو الميش
وسيف بولات أبو عمشة وأبو طبشة والبطيحانات الذين يتكاثرون كالفطر في إعلام الجولاني وفي نظام الجولاني. كيف فينا نشطب على أبو محمد الجولاني؟ ساعدونا، خلي أبو محمد الجولاني ونظام أبو محمد الجولاني يعني يساعد السوريين، يساعدنا على أن ننسى هذا الاسم ولا نتلفظ بهذا الاسم. لما بنشوف سلوكيات وممارسات وأخلاقيات وتطبيقات عملية وفعلية ووطنية تنسينا الماضي الدموي الأسود لأبي محمد الجولاني، اسم مثقل بالدم والتكفير والقتل والدمار. يعني مثل ما خلي يساعدنا أبو محمد الجولاني أنه ننسى ما نساه حسن الدغيم اللي كان يقول عن أبو محمد الجولاني مجهول النسب ومشكوك في دينه ومشكوك في عروبته ومشكوك في ما بعرف شو، ما خلى شيء لم يقله. يعني قال في أبو محمد الجولاني ما لم يقله مالك في القبر من أوصاف وتشنيع وتكفير وتخوين، ما خلى شيء. هذا السحر اللي غير حسن الدغيم وخلاه يقول عن أحمد الشرع فخامة الرئيس. هذا السحر ليش ما يوزعوا أبو محمد الجولاني على كل السوريين؟ أنتوا ليش عم تخجلوا من اسم زعيمكم أبو محمد الجولاني؟ ليش؟ يعني بتعتبرونه تقليل؟ الرئيس، فخامة الرئيس أبو محمد الجولاني، يا سلام ما أحلى. فخامة الرئيس أحمد الشرعي كمان حلو، بس اسم أبو محمد الجولاني ليش الآن صار منبوذ ومكروه بالنسبة لكم؟ أنا أعلم لماذا، لكن أنتم ينبغي أن تضغطوا على أبو محمد الجولاني كي يسعى بخطى حثيثة وحقيقية وجدية وصميمية ووطنية وسياسية وأخلاقية أن يتحول من أبو محمد الجولاني إلى أحمد الشرع. متى ما تحول على الرأس والعين، مش بالحكي، بالأفعال مش بالأقوال. نشوف سلوكه، نشوف أداؤه في محاسبة المجرمين والقتلة الذين ارتكبوا مجازر الساحل، الذين ارتكبوا مجازر السويداء والمجازر في أماكن أخرى. إذا بمستوى العدل والإنصاف والسعي نحو سوريا وطنية لا مركزية، كلما تقدم أبو محمد الجولاني في هذا الاتجاه فهو يبتعد عن أبو محمد الجولاني ويقترب من أحمد الشرع. فليساعد هو نفسه على أن ننسى هذا الاسم المدجج المفخخ بالتطرف والقتل والدمار والتكفير، وهو اسم أبو محمد الجولاني. الموضوع مش هيك يتحسسوا ويتكربجوا ويتكهربوا انه لا، اسم ابو محمد الجولاني حبيبي، هذا اسم ابو محمد الجولاني هو الذي اختاره لنفسه، هو الذي قدم نفسه وصدر نفسه للأمتين العربية والإسلامية على أنه أبو محمد الجولاني. محمد منصور وكل الصحفيين اللي كانوا بيروحوا بيقابلوه وما كان بيكشف عن وجهه أبو محمد الجولاني، كان يقدم نفسه أبو محمد الجولاني. هي مش مشكلتي، هي مشكلة أبو محمد الجولاني. كيف بإمكانه أن يشطب على 14 سنة من التكفير والقتل والدم والدمار والإرهاب والتخوين وكل شيء بشع؟ يعني كيف له أن يشطب هكذا بالأقوال
بدون أفعال حقيقية وطنية إنسانية أخلاقية قانونية تساعد السوريين على أنه يطووا تلك الصفحات السوداء من تاريخ أبو محمد الجولاني. هدول اللي شفتوهم في الصورة يعني من مصريين اللي اشتغلوا بقنوات الإخوان وإعلام الإخوان الممول من تركيا ومن قطر أيضا، يعني عبد الله الشريف اليوتيوبر والناشط المصري المعروف اللي كان يهاجم مصر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قياما وقعودا. معتز مطر اللي كان ينظم القصائد العصماء، يعني مثل شاعر طبق الكرامة تبعنا يعني. مين كمان يعني محمد ناصر ويوسف حسين صاحب برنامج جو شو النقدي الساخر. هؤلاء إعلاميي الإخوان المسلمين في مصر، وإعلاميي الإخوان المسلمين في سوريا، وإعلاميي الإخوان المسلمين في سنغافورة وفي أي مكان. ليش سكتم بكتم حيال التطبيع والهرولة والدعكلة اللي يعني يتمرغ فيها نظام الجولاني والسعي الحثيث نحو التطبيع مع إسرائيل؟ ليش هدلوني ساكتين؟ أنا من زمان ما تابعت جو شو وبرنامج يوسف حسين. ما بعرف إذا هو تناول أبو محمد الجولاني بالنقد والسخرية حيال التطبيع مع إسرائيل أم لا. يمكن أنا ما بعرف. إذا ما في هيك شيء، لازم وبالضرورة المهنية والأخلاقية والدينية تملي على يوسف حسين أن يقدم فقرات ناقدة ساخرة صافعة لنظام أبو محمد الجولاني فيما يتعلق بالطوبزة لإسرائيل. نفس القصة معتز مطر اللي كان يتصافح والقصائد ينظم القصائد العصماء ضد السلطة المصرية والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. والآن سكتم بكتم أمام الجولاني. أنت فين يا حضرة الشاعر الفنان الكبير؟ نشوفك هنا كمان يعني تكتب شعر وتهجو أبو محمد الجولاني ونظام ائتلاف الأخوان والسلفية الجهادية في سوريا. أنت فين؟ ما نشوفكش ليه يا أستاذ معتز مطر؟ أنت مستخبي فين؟ ما تقول لنا يا راجل. نفس القصة ونفس الكلام موجه لمحمد ناصر أيضا، يعني عندما كان بتسريحته وبثيابه وبصوته الجهوري ينتقد ويهجو ويتهجم على السلطة المصرية وعلى نظام الحكم في مصر فيما يتعلق بموضوعة إسرائيل. سكتم بكتم خرس صم بكم عمي أمام نظام الجولاني وائتلاف الإخوان والسلفية الجهادية الحاكمين في الجولاني في نفس السبب. موضوع شو نفس السبب؟ يعني النظام في مصر يعني لم يفعل ما فعله نظام الجولاني إطلاقا. لا مجال للمقارنة ما بين السلطة المصرية وما بين نظام الجولاني على الإطلاق. لكن فيما يتعلق بموضوع التطبيع كانوا بيهاجموا السعودية
وبن سلمان وعيال زايد، ونشوفهم يعني بقهم فتح مترين في متر، ولسانهم بيزقزق كلام يعني زي السم على الأنظمة العربية الأخرى التي وقعت اتفاقيات سلام مع إسرائيل، لكن آه، لسانهم مشلول، لا ينتقد، لا ينطق ببنت شفة حيال نظام الجولاني. ليه يا حبايبي ليه؟ هدلون الإعلاميين تبع الإخوان في مصر. الإعلاميين بتاع الإخوان عندنا في سوريا قصة أخرى، حكاية تانية. في سوريا مندمجين ومنخرطين في عملية التطبيل والتزمير للهرولة والطوبزة والدعكلة في مسألة العلاقة مع إسرائيل، وإجراء أو توقيع على اتفاقيات مهينة مع إسرائيل على حساب الدولة السورية والسيادة السورية، وعلى حساب الفلسطينيين أيضا. ما فيش حد يفكر أبو محمد الجولاني ويقول له أنت رحت فين، أنت وصلت الشام، أنت وصلت للقدس ولا لسه؟ عايزين نشوفك في القدس يا باشا، أنت رايح فين؟ أنت ما بتجيش ليه؟ مش تبقى تيجي إن إحنا نبقى هناك. لا يوجد الآن الإعلام الإسلامي بشكل عام، إعلام الإخوان في أي مكان على وجه البسيطة، على وجه المعمورة، صم بكم عمي حيال هرولة نظام الجولاني نحو التطبيع مع إسرائيل. وما تبقى في الأماكن الأخرى لا، حبك أنت الشكل الثاني، بيهاجموا السعودية، بيهاجموا الإمارات، بيهاجموا البحرين، بيهاجموا مصر، بيهاجموا كل البلدان العربية. الموضوع يوصل لعند الجماعة بتاعتهم، خلاص بتوعنا بلطجة إعلامية تافهة وسقيمة ونفاق إعلامي، يعني من شيم وقيم أداء الإخوان المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. أكتفي بذلك على أمل اللقاء في مواضيع أخرى. دمتم بألف خير.